متابعة كبيرة جدا، قمة نجوم العالم. يا لي دقات القلوب، أكاد أن أسمعها. يا لدقات القلوب، إنه درب الخوف، درب الخوف. يا للشعور الذي يحيط بهذا الديربي، تشعر بالخوف وتنتظر المتعة في نفس الوقت، وكأنك في أخطر لعبة يمكن تجربتها في مدينة الملاهي. فهل أنت مستعد لذلك؟ فهل أنت مستعد لذلك؟ اربط حزامك ولا تغمض عينيك. شاهد التيفو الجميل هنا الذي يقابل التيفو الرائع هناك. انظر إلى المشهد، شاهد هذه الليلة. له بالتأكيد عراب الرؤية ومجدد الطموح وصانع التاريخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ضربة البداية مشاهدينا متابعينا لديربي إكس، والكرة بتصل إلى مالكوم في مكان يرسل الكرة باتجاه مترو الهداف، مترو الخطير، مترو لو عدى الصواب. مستحيل يا مترو. أي فرصة ضاعت في الدقيقة الأولى، أي كرة انقضوا عليها أمام بروزو، خطفها مالكوم. كل ذلك عليك فقط أن تذكر الديربي. انظر إلى تاليسكا تقدم، الكرة تصل إلى كريستيانو الصواب. لكن في بطولة الدوري، والكرة تصل مرة أخرى في مكان انطلاقة سريعة، وصلت إلى مالكوم، بيلعب لكرة تصويبة مستحيلة يا سالم. لو أردت أن تهدرها لن تفعل ذلك. يا سالم ماذا أضاعت؟ يا لجنون الديربي، يا لأخطاء البدايات، يا للربكة، يا بالتأكيد ستكون. فوفانا بيرسل الكرة في مكان إلى ساديو ماني، ساديو ينطلق، لكن الكرة أيضا لم تتخلص، والكرة تعود مرة أخرى في مكان. تعود المحاولة، الديربي كريستيانو في الجانب الآخر. كريستيانو بيرسل الكرة تصل إلى أوتافيو إلى ساديو للنصر. قوة هجومية، ساديو يتقدم، بيرسل الكرة عرضية، دفاعات الهلال تعود، والكرة تصل إلى حارس المرمى. يا للمباراة، من يظهر فيها، من يكون حريصها، من ينجح اليوم في أن يقدم لنا نفسه بطلا في ليلة تنتظر بطل. الكرة تصل في الجهة اليمنى، عرضية وعالية، ولكن الكرة يفقدها، تعود فيها تصويبة. لا يا سالم، هذه الثانية. الكرة بتضيع من قائد الهلال، من كابتن الفريق، من لاعب آسيا الأول، من مدافعين، والكرة تصل بعد ذلك إلى سافيتش. الله، مالكوم، لكن التغطية تأتي. لجامي يقطع الطريق في داديا فوفانا، وصلت إلى أسد التيرانجا. يتقدم السنغالي ماني بيلعب لك كرة عرضية. تاليسكا استلم، تاليسكا عدى، تاليسكا صوب. يا للهدف الأجمل الذي ضاع، يا للكرة، يا للحل الفردي. المطرب كاد أن يضع أغنية الأولى، كاد أن يقدم جديد. تاليسكا في الديربي لديه 4 أهداف. يا استلامك، يا مرورك، شوف المهارة، شوف الحل. المعلومة تقول هذا ثالث ديربي يتقابلان فيه تحت إدارة فنية. يقطع الطريق، بروزو يبدأ الطريق، كريستيانو يريد أن يوصل إلى الطريق. يا سلام يا كريستيانو إلى ساديو، ولكن الدفاع يبعدها. دفاعات الهلال تسترد الموقف، تستعيد الكرة. كوليبالي رجل الكرات الطويلة بعد روبن نيفيز في الهلال. كان المجنون يريد أن يبدأ. مترو استلم، مترو عدى، مترو حاول، لكن ممتازة التغطية والإصرار واللعب بالنار، لكنها تحبك يا نواف أوقفت قلوبهم. يا نواف، الهلال لا يحتاج إلى الأداء المدني. اندفاع، مباراة للأقوياء، ديربي الأقوياء، ديربي المتصدر والوصيف، ديربي الأزرق والأصفر، ديربي مترو وكريستيانو. مترو أولا، مترو ثانيا، لكن نواف العقيدي رايه تستلم على متروفيتش. لكن ممتاز بروزو في المساندة، فوفانا في التمرير والهروب من ساديو ماني، ولكن الكرة أيضا بتتخلص. تعود، وصلت إلى فوفانا والمجهول، بيرسل الكرة إلى ساديو ماني. ساديو في مكان كريستيانو، تصويبة، تهديد ثاني للنصر، لكن الكرة في نص الملعب أو في نص المرمى. تصدى لها يا في مكان هذه المحاولة، هذه الكرة ساديو، ولكن طالت وتحولت، والكرة وصلت بعد ذلك إلى ميشايل. يا سلام يا كوليبالي، الله يا كوليبالي.
إلى الراعي البدني المستمر. تاليسكا يهرب من الرقابة، كريستيانو يتقدم، ساديو يصل، فوفانا يطلب، ساديو الكرة معه، صواب. مستحيل يا ساديو، كنت 4-4، كنت 5-4، لماذا أضعتها؟ انظر من تاليسكا إلى كريستيانو إلى لكنها في الطريق، الكرة تصل ومترو كاد أن يصل إلى المحطة. ليس وهذا الآن مالكم، لا الهلال أدر فرصا لا تهدر في منطقة جزاء النصر لتاليسكا، وواحدة لكريستيانو وواحدة لساديو، وكريستيانو رماها وساديو استلم، بيرسل كرة في مكان، تعود بعد ذلك إلى تاليسكا ينتظر، تعود والتصويبة بنفسات والألقاب. ساديو عدى، بيلعب الكرة إلى كريستيانو، لو عدى بيرسل الكرة إلى تاليسكا، لو استلم، هناك سقوط، هناك خطأ. هل تعرف من ينتظر هذا الخطأ يا سالم؟ في النصر يسجل كريستيانو ويجيدها تاليسكا، ويحتاجون لتلس أحيانا ويفعلها أين احتاجوا إليه. سالم الدوسري يقع في المحظور في درب الفرص الضائعة في شوط مثير جدا في الدقيقة 28. جماهير على أقدامها وتحبس أنفاسها، كرة ثابتة، سيتقدم كريستيانو وتاليسكا، تاليسكا في مكان، ولكن الكرة تصطدم. تنفست جماهير الهلال الصعداء، الحائط البشري يقف أمام المدفع وأمام السلاح النصراوي الثقيل. شوف اللقطة، شجع سافيتش والدوران، بيرسل كرة إلى سالم في مكان، مالكم يخترق عرضية، ولكن اللقطة الماضية مقطوعة يا مالكم. تمرر في الوقت الذي يجب أن تسدد فيه، تسدد، صلت إلى كريستيانو مراقب متابع، كريستيانو يقف، كريستيانو بيلعب الكرة إلى تاليسكا من بعيد، تاليسكا يريد الكرة ولكن تصطدم. من الرجل اليوم الذي سيعطي فرصة الحصول عليه؟ كريستيانو استلم ودار، كريستيانو حاول ولكن الكرة إلى أيمن سلم، بيرسل الكرة، ساديو ماني عرضية ولكن الكرة في مكان، عادت إلى فوفانا، لمسة تعود إلى فوفانا من جديد، يسقط. ماذا يقول الحكم في هذه اللقطة؟ لاعبو النصر يطالبون بخطأ، الإشارة تأتي في اللقطة الماضية. لويس كاسترو غاضب ويحتاج، هل كان هناك خطأ؟ هل كان هناك تسلل؟ ماذا يشير الحكم في هذه اللقطة؟ شوف كوليبالي، شوف وصول الكرة، شوف سقوط فوفانا في منطقة الجزاء. لقطة جدلية أخرى التي تشجع في هذا التوقيت وتؤثر. كرة بترجع طويلة وعالية في مكان باتجاه ميشايل كان لهذه اللقطة رأي آخر، التمريرة قصيرة يصل إليها إنه محمد، تمريرة في مكان من بروسو، الكرة في مكان أطول من اللازم، طالت وتحولت بعد ذلك. شوف التمريرات والاستعجال، شوف الضغط، شوف كل الذين متابعينا. الكرة تصل الآن في مكان عن طريق حارس المرمى ياسين بونو، اللي بيرسل له كرة طويلة وعالية ولكن الكرة أيضا مقطوعة. فوفانا بالتمريرة في الجهة اليسرى إلى ساديو يحاول لكن ممتاز السلوك، والكرة تصل بعد ذلك إلى ياسين بونو. الصافرة مشاهدينا تنهي أحداث شوط المباراة الأول برتم عالي، الأحداث بالقرب منها. شايفنا البعض اللقطات كانت لجيسوس ولكريستيانو الذي تقدر تقول بعض الإضافات، ولكن الإضافة الأكبر دائما كريستيانو بيلعب لك كرة عرضية، وصلت بقى فرصة قائمة للنصر، فارس نجد يحاول والكرة يقف فيها مرور، فيها تمرير تاليسكا، يا رب مستحيل يا تاليسكا. ما حكاية الفرص التي تضيع أمام هذا المرمى كما كانت فرص الهلال في الشوط. روزو 1 2 5 6 والكرة العالية والرأسية من لابورت، ولكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. كوليبالي بيرسل كرة بتصل بعد ذلك من جديد عن طريق ياسين بونو، محاولة الصعود بالكرة. روبن أيمن يحيى يبحث عن الاتجاه، كريستيانو
يبحث عن كرة تمر، لكن ساديو تقدم، ساديو مرة، تاليسكا استلم، تاليسكا عدى، تاليسكا إلى كريستيانو، ممكن العرضية غير راية، كريستيانو يتلاعب يصوب، لكن الكرة تصطدم الدون كريستيانو مرمى أو راية، وتسلل كانت قبل ذلك على كريستيانو. قال كلمة جميلة، قال على النجوم أن لا يرضوا على أنفسهم مهما فعلوا. من المحاولة التركيز في الجهة اليسرى على اعتبار بأن تاليسكا دفاعيا أحيانا لا يقوم بكل الأدوار، لكن نشاهد يدافع ويتراجع في بعض اللقطات، والكرة طويلة وعالية في مكان مترو بينزلها يوم، ولكن أطول من اللازم. كوليبالي أقرب، والكرة بعد ذلك إلى ياسين بونو. هل تكون شباك نظيفة؟ إلى الغنام، أطول من اللازم. كوليبالي أقرب لغالبية الكرات، ياسين بونو، والكرة الطويلة والعالية، والكرة تعود بعد ذلك. هداف الدوري ماجد عبد الله لوحده 6 مرات، تينيريو مرة، كينيدي مرة، حمد الله مرتين. بالنسبة للهلال هذان الدوسري، سامي الجابر مرتين، انضاو أيضا، حقق هذه لقب هداف بطولة الدوري. تراوري، حسين العلي، وادميلسون في موسم. الآن المنافسة ما بين كريستيانو ومترو، كريستيانو ومترو، لكن الآن سالم عدى، سالم تلاعب، سالم انطلق، سالم صوب، لكن من الدفاع في دقيقة كانت للهلال. الآن نشاهد سعود والعرضية راسية، الله ثبت، يسجل دائما للهلال. غاب الساحر وبقي السحر، بقي السحر، غاب نيمار ولم يشعرنا ثبت بذلك. خل ملك الكلام، والله انك شنب، والله انك شنب. يسجل ثبت، يصبح رأس الحربة عندما يحتاجون إليه رقيب، وتقدم مهمات ضابط. مالكم يركض الآن، عادت بعد ذلك إلى مالكم إلى مترو، لو كسر مترو، لو كسر بيلعب الكرة إلى مالكم. الهلال يريد القمة واشعل القمة، الكرة تعود الآن، كريستيانو يصوب، الشباك الجانبية التي تحركت. أول تسديدة لكريستيانو في الشوط الثاني كانت بالقدم اليسرى. هذه حقيقة، الكرة تصل إلى ساديو ماني، لاعب على لاعب، بيلعب الكرة بتصل بالطول، كانت على طريقة هدف العربية العرضية التي أرسلها الغنام. جديد، ارتقاء، هروب من المدافعين، ووضع الكرة في الشباك. كيف سيتعامل كاسترو؟ كيف ستكون ردة فعل كريستيانو؟ تاليسكا، أم أن الهلال يضرب بعد ذلك موجة اليمنى؟ سلطان الغنام يحاول فيها، والكرة بتتحول الآن باتجاه تاليسكا، مراقب متابع، ولكن هناك خطأ. مباراة فيها كمية أخطاء، اندفاعات، التحامات تقلل أحيانا من رتم لا شيء. الكرة باتجاه ياسين بونو الآن لمصلحة فريق الهلال. هذا يريد أن يصل إلى 22 مباراة متتالية بدون خسارة، يريد أن يصل إلى 14 مباراة متتالية بانتصارات متتالية، يريد أن يصل بشباك النظم. بالنسبة للمدرب، والكرة نواف العقيدي يسقط فيها، ولكن لحسن حظه تصل إلى فوفانا. في اللقطة الماضية هناك خطأ يحتسب على متروفيتش. هل تأخر فيها نواف العقيدي؟ شوف متروفيتش، شوف اللقطة، شوف نواف العقيدي حاول فيها، ولكن بعد ذلك يا ساتر يا مستقبلا تاليسكا بيلعب لكرة، ولذلك التغيير سريع من كاسترو، بحثا عن التغيير، بحثا عن التغيير، بحثا عن التغيير. عبد الرحمن غريب، لكن الكرة بتتخلص. يا للإثم، وانتم لكن لا تكتمل. يا سلام، متابعة مستحيل، مستحيل. هذه اللقطة كان فيها متسللا وألغي الهدف الأجمل هنا في الديربي. يا رب، على كرتين قد يعودون فيها للفار. شوف الكرة العرضية من ساديو، وشوف الإنهاء بعد ذلك عن طريق كريستيانو. ما زال يحتاج ويطالب بشيء في هذه اللقطة، يطلب منهم العودة. نشاهد هذا كريستيانو، قرار مساعد الحكم بوجود تسلل، احتجاج كبير كان يمكن على جزء من كوليبالي. غريب عدى، غريب عرض الكرة من ساديو، لكن وصلت بعد ذلك إلى ياسين.
إلى ياسين، إلى بونو. هذا بونو في اللقطة الماضية أخذ مكان في الجهة اليمنى إلى كريستيانو، ولكن السقوط والاشتراك مع علي البليهي في هذا التوقيت، والكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. شوف هذه اللقطة وهذه اللعبة، 10 دقائق مشاهدينا متابعينا. هذه تغطية علي البليهي، احتجاج من قبل كريستيانو رونالدو. يحيى في الجهة اليسرى إلى غريب، عادت إلى أوتافيو وتغيير الاتجاه إلى ساديو. إن لم تسجل اليوم فمقام 41 أن يكون الوحيد الذي تجاوز حاجز 40 نقطة، وبالتالي أن يكون أيضا بفارق 7 نقاط عن أقرب. بيلعب الكرة إلى ساديو، ينتظر الغنام، لكن العرضية في مكان، الرأسية في مكان، ولكن ياسين بونو ونيفيز يتصدون. سلامات كريستيانو في اللقطة الماضية ويطالب بخطأ. ماذا سيقول الحكم في هذا التوقيت؟ ماذا كان القرار والاشتراك؟ الآن ما عاد فيها بالنسبة لويس كاسترو، يحتاج كريستيانو يطالب بخطأ. شوف اللقطة الماضية، كاسترو يتحدث مع المساعد، يبغي يمسك السماعة يتكلم هو بنفسه مع الفار. الكرة تسلل، ما فيها تسلل. الآن الخروج، الآن القدام ويبتعد. الكرة العرضية الرأسية، الهلال في القمة، الهلال في القمة، الهلال ينهي القمة ولا يريد غير القمة. مترو المحطات الكبرى، المجنون هذا كيف تتفاهم معاه؟ خلى يسجل الهداف الذي لابد أن هذه النتيجة. والكرة العالية في مكان، مترو مستحيل. القطار خارج القضبان، لا يمكن إيقافه أبدا ولا السيطرة عليه. الموت قادم. إنه متروفيتش، إنه القطار. هذا ما يحدث عند 3 أهداف، لكن الثالث عن الثلاثة، من التمريرة، من الإسناد والتهيئة من سافيج، من تحرك. كرت أحمر يخرج فيه البليهي. المباراة شهدت كل شيء في دقائق. إثارة كبرى هنا علي البليهي واحتفاليته في هذا التوقيت بالهدف الثاني. متروفيتش يسجل ثاني أهدافه في هذه القمة وفي هذا الدربي. وكيف لمثل مشاهدينا متابعينا بنتيجة ثقيلة. يحتفل علي البليهي رغم الكرت الأحمر، لكنه بالتأكيد ما زال متصدرا مع فريقه. يقترب، خلاص انهار دفاع النصر، انهار الدفاع. مالكم يتقدم، مستحيل يا مجنون. ماذا أضاعت؟ راحت للسعود. يا رب، لا. هل كنت تريد أن تقتلنا جميعا؟ كنت تفقدنا صوابنا يا مترو، كنت تسجل الأجمل، كنت جديد إلى ساديو في الجهة اليمنى إلى كريستيانو وقف، سيطر، حاول، عرض، الله، وتسلل من جديد إلى إعادتها. شوف التسلل يحتسب من البداية على كريستيانو، من البداية وليس هنا. والكرة بتتحول الجيل الهلالي، الكرة بتصل مرة أخرى باتجاه تاليسكا، يحاول فيها، ولكن ياسين بونو، يا سلام يا بونو، يعرف بأنه سيخرج من المنطقة، يكمل بالأقدام. حتى الآن في لونها الديربي، والكرة تصل إلى تاليسكا، والخطأ لمصلحة النصر في محاولة على الأقل لتقليص الفارق بعد أن ذهبت النقاط. 22 مباراة متتالية للهلال بدون خسارة حتى الآن. كريستيانو الثانية، نشاهد ونتابع هذه الكرة الثابتة من فريق النصر. تاليسكا يتقدم، ولكنه بونو. ياسين في الأوقات التي اختبر فيها كان موجودا. وحتاتي ديربي الأغلى والأقوى والأهم هنا في هذا الموسم ينتهي باللون الأزرق. ديربي الخوف ينتهي بسعادة زرقاء وفرحة كبرى لجماهير الهلال، وفي النقيض خسارة وحزن بالنسبة
ظهر النجم المغربي سفيان بوفال يوم أمس في التدريبات الجماعية لنادي الريان استعدادا لمباراة الأهلي يوم السبت في الدوري القطري. وتعرض بوفال قبل أسبوع لإصابة في مباراة الريان والدحيل أرغمته على الخروج من الملعب قبل نهاية الشوط الأول. وتعد عودة بوفال خبر سار للمدرب المغربي وليد الركراكي قبل بداية كأس إفريقيا لما يتميز به بوفال من مهارات.